كلنا سمعنا ديك المقولة الشهيرة ديال عضلات البطن ما كدارش في لاصال ولكن كدار في الكوزينة. فري هادي بصح. علاش؟ حيت عضلات البطن تقدر ترينيها بشكل عادي في لاصال وتقدر تكون عندك، وغالبية الناس الا ما قلناش كلهم راه عندهم عضلات البطن، ولكن المشكل فين كاين؟ عضلات البطن ما بيناش بسبب واحد الطبقة اللي كتكون فوق منها ديال الدهن، وهذيك الطبقة ديال الدهن فين كتحيدها بالدرجة الأولى؟ كتحيدها في الكوزينة، ما كتحيدهاش غير في لاصال. علاش؟ انا نحاول نشرح لكم علاش. هذيك الطبقه ديال الدهن اللي كاينه دابا ديجا هي كاينه، باش تحيد غادي تحيد بالدرجه الاولى بلونطريمون، يعني بلونطريمون، يعني بتمارين المقاومه، البادي بيلدينغ بالدرجه الاولى مع الكارديو. هادي باش تحيد داكشي اللي ديجا هو كاين، واللي غادي يعاونك في هادشي هذا اكثر وغادي يحقق هاد لوبجيكتيف اكثر، وهو الماكله اللي كتاكل، يعني داكشي اللي كتصاوب في الدار، الماكله ديال الدار، يعني الماكله الصحيه بطبيعه الحال اللي ما فيهاش الفات، ما فيهاش السكر، ما فيهاش كاع الحوايج اللي ممكن انهم يسبوا لك الفات ولا يخليو داك الفات اللي ديجا عندك انه كاين ما يتحيدش. داكشي علاش كيقول لك عضلات البطن كدار في الكوزينه ماشي في لاصال، يعني الماكله ديالك هي اللي غتحكم في عضلات ديال البطن ديالك واش غتبان ولا ما غتبانش. الا كنتي كتاكل نقي، ماكله نقيه ما فيها سكر ما فيها فات، بطبيعه الحال مع لونطريمون غتحرق هذاكشي اللي كاين، العضلات ديالك غادي تشوفهم، غادي يطلعوا لراسهم، غتشوفهم ديك الساعات. ولكن الا كنتي ما كديرش هادشي هذا فراه حاجه طبيعيه، الفات ما غيتحيدش، دوك العضلات ما غاديش يبانوا، واخا تضل ترينيهم يوميا في لاصال راه ما غاديش يبانوا، حيت الفات اللي فوق منهم ما محيدش. انت ما كدير شي حاجه اللي غتحيد هذاك الفات، فهمتي؟ غير كتخليه وكتزيد عليه وكتبقى غادي في واحد الحاجه اللي ما غتبدل والو. هذا هو الاشكال فين كاين. فهنا الا كانت الماكله ديالك نقيه، يعني كارب، بروتين، جود فات، الماكله ديالك نقيه وكتعرف شنو كتاكل، شنو خاصك تاكل، شنو ما خاصكش تاكل، هنا بطبيعه الحال العضلات ديال البطن ديالك غادي تشوفها. الا كنتي كدير العكس، راه كما قلنا العضلات ديالك راه ما غاديش تبان، راه واخا تكون هي ديجا عندك. يعني العامل الاول كما قلنا اللي كيتحكم في الشكل ديال الجسم ديالك اللي منهم عضله البطن، وهو الماكله. ماكلتك خاصها تكون نقيه، يعني الشوفان، لي سورس ديال الشوفان كاينين، سورس ديال البروتين كاينين، سورس ديال الجود فات كاينين، سورس اخرين ديال السكر، ديال الباد فات، داكشي كلشي معروف. يعني غير من الاحسن تفاداه. بغيتي واحد النتيجه خاصك تمشي في واحد البروسيس، خاصك تمشي في واحد النظام، خاصك تمشي في واحد الضوابط الا بغيت توصل لواحد النتيجه معينه. بغيتي شي حاجه مختلفه خاصك دير حاجه مختلفه. هذه من المسلمات. بغيتي الشكل ديال الجسم ديالك زوين، بغيتي العضلات ديال البطن ديالك يبانوا، بغيتي تقاد صحتك، خاصك تضحي بشي حوايج اللي ما صالحينش ليك، اللي من بعد غادي تشكر راسك وغادي تحمد الله على انك نيت بعدتي منه. باش توصل للحوايج جداد اللي هما اللي كتقلب عليهم، يعني صحتك، الشكل ديال الجسم ديالك والحياه اللي بغيتي. المهم نتمنى نكون وضحت النقطه ولو بعجاله، واللي عنده شي استفسار شي حاجه يخلي لي في كومونتير مرحبا. الشير ديالكم باش توصل المعلومه ووصل الكونتوني لاكبر عدد ديال الناس. لايك، سبسكرايب، كومنت اللي عنده شي سؤال شي حاجه كما قلت لكم مرحبا. تهلاو لي فراسكم، ما تنساوش العاده ديالنا، تحركوا.